اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. النهاردة موضوعنا لكل أم ولكل بنت. البنات يا جماعة بقت حاجة فظيعة جدا في الشارع. بشوف بنات المدارس ماشية مع صحابها بيضحكوا بأسلوب صعب جدا جدا، بأسلوب يحسسك ان مفيش تربية في البيت، بأسلوب يحسسك ان مفيش بتقول حذافير تمشي بيها في الشارع. بيمشوا يضحكوا مع اي حد، يمشوا يكلموا اي حد، يمشوا يلتفتوا لأي حد، يمشوا يبصوا لأي حد. المفروض يا جماعة الأم تبقى منبهة على بنتها، صوتك يوطى في الشارع، مفيش صوت عالي، مفيش مشي مع أصحاب وصوتك يبقى عالي في الشارع. يعني كل أم المفروض تراعي بنتها وتراعي الحتة ديت في الشارع بالذات، لأن بجد بيبقى مستفزين جدا وماشيين كأنهم في بيتهم عادي جدا. علميهم صوتهم يبقى واطي، علميهم ان هم يقعدوا في اي مواصلة ولا في اي حتة ضامين رجليهم وقاعدين بأدب. بنت المفروض تقعد بأدب. علميها اللي هي ما تردش على الكبير. بشوف في المواصلات مهازل وبشوف في المدارس مهازل. علميهم ان هم لما يلاقوا حد كبير يقوموا يقفوا يقولوا اتفضل حضرتك اقعد. ده انتي طفلة. بشوف مهازل ناس كتير كبيرة واقفة وبنت عندها مثلا 13 14 سنة قاعدة ما بتكونش ابدا حاطة في دماغها ان هي تقوم لحد. احنا كبار بنقوم علشان الناس دي تقعد، لكن اللي عندهم 10 و14 سنة ما بيفكروش يقوموا لحد. دي من البيت، دي تربية من البيت، ان هم ما خدوش اسس يتربوا عليها، ما خدوش يقولوا حضرتك، ما خدوش يقولوا لو سمحت، ما خدوش يقولوا بعد اذنك، ما خدوش الحاجات ديت، ما خدوهاش في قاموس التربية. بيقولوا اوعى، عايزة اعدي كده، يعني اسلوب مش اسلوب بنت متربية، مش اسلوب بنت امها قعدت معاها وقالت لها واحد اتنين تلاتة. فاهمين؟ فيا ريت نرجع قيم واخلاق زمان علشان احنا ككبار نعرف نتعامل مع البنات دي في الشارع. لما تلاقي بنت بتتكلم كده او اسلوبها كده او لبسها ملفت او بتعمل حاجة غريبة، انت نفسك بتخاف تتعامل معاها. اما انا لو جيت قلت لها عيب ولا جيت قلت لها حاجة، ما انا ههزق نفسي، هترد عليا باسلوب وحش. فالقيم والاخلاق والمبادئ دي راحت فين؟ امهاتنا اللي كانت بتربينا زمان على القيم والاخلاق والمبادئ دي مش موجودة ليه دلوقتي؟ وساعات كتير والله العظيم امهات ما كانتش بتقول حاجة، وكان ده بيبقى من البنت كده ذات نفسها، تحترم نفسها، تحترم اللي قدامها، تبقى لطيفة في الرد معاه، تبقى ذوق في الكلام، حتى مع المدرسة ولا المدرس بتاعها سواء ولد او بنت. المفروض الكلام يبقى مع المدرس بأدب وبرفق وبأخلاق، وابقى عارف ومتأكد ان ده المدرس بتاعي اللي بيعلمني، اللي ليه فضل عليا علشان بيعلمني. مش هشتمه وهزقه واعمل حركات تقل من المدرس وهو في الفصل وانا بضحك وبهزر مع اصحابي. كل ده بيبقى من البيت. التربية دي نابعة من البيت. ما عملتش كده في البيت، انت ما عملتش اي حاجة، ما زرعتش اي حاجة في ابنك. وما تقولش انا بعلمه، علشان هو هيجي يسألك مش هيقولك انت علمتني ايه ولا وديتني ايه ولا لبستني ايه، هيقولك ما انت ما علمتنيش. ما انت يا بابا لو كنت علمتني كذا كان زماننا دلوقتي بنفذه، لكن انت ما علمتنيش. مش هيقولك انت ليه ما جبتليش البنطلون دوت زي صاحبي، ليه ما جبتليش الكوتش ده زي صاحبي، هيقولك لا. لما يعمل تصرف غلط هيقولك ما انا ما اعرفش، ما انت ما قلتليش، ما انا ما اعرفش، ما انت ما علمتنيش. علموا ولادكم قيم واخلاق ومبادئ يعيشوا عليها العمر كله، مش بس فترة ابتدائي واعدادي، لا، يعيشوا عليها العمر كله. يبقوا فاكرين التربية في دماغهم، لا ده لو عملت كذا بابا هيزعل، حتى لو هو بره البيت ولا هي بره البيت، تعمل حساب لماما وبابا. لو عملت كذا ماما هتزعل، لو عملت كذا بابا هيزعل، ده بابا منبه عليا في كذا. ما علشان كده بقول لازم ننبه، علشان لما ابني يجي يقول لا انت ما قلتش، لا انا قايل لك واحد واتنين وتلاتة، انا منبه عليك. يبقى لازم
التنبيه يبقى من البيت. ما ينفعش ابدا اتصرف من دماغي. صاحبتي تقولي تعالي نروح بيتي وتعالي نجيب كذا ونجيب عصير، تعالي نخش ناكل في المطعم دوت، اروح معاها وكأني ماليش اهل. فاهمين؟ لازم ارجع لماما، لازم اتصل بماما، يا ماما صاحبتي بتقولي كذا كذا كذا، اروح ولا ما اروحش. الامهات كتير بتقلق على اولادها ومش عارفه البنت راحت فين والساعه كذا وميعاد الدرس عدى وما جاتش مع صاحبتها، قاعده بتتغدى مع صاحبتها بتشرب حاجه. ماما مش في دماغها، ماما مش في الحسبان، ما هي ماما اصلا مش منبهه على حاجه. فحتى لما تقول لها يا ماما انا خرجت مع صاحبتي ولا اكلت ولا اتغديت ولا اي حاجه، ما بتقولهاش، ما بتبقاش في رد فعل، ما بتزعقش، فده عادي. لكن لما يبقى الام ليها رد فعل مره واتنين وتلاته، او منبهه اصلا من الاول، فهتلاقي البنت اصلا مش هتعمل كده. يا ماما انا هتغدى مع صاحبتي، ماما ترفض او توافق، والمكان فين وهتيجوا الساعه كام. راعوا ولادكم شويه يا جماعه، اهتموا بالتفاصيل شويه. لما بنتك تبقى في درس افضلي تابعيها بالتليفون وعرفيها انا نازله لك كمان شويه، حتى لو انت مش تنزلي، انا نازله لك عشان تعرف ان انا في اي وقت هقابل ماما في وشي. لا ما نمشيش من الشارع ده عشان ماما جايه لي من الشارع ده. يبقى في اسس نربي ولادنا عليهم علشان احنا في البيت نعرف نتعامل معاهم. الاقي الامهات زعلانه قوي ان المستر ولا المدرسه بتزعق لابني. ما هو انت لو كنت مربيه في البيت ما كانش وصل للمدرس اللي هو يزعق له. هو عمل ايه عشان المدرس يزعق له؟ الاقي امهات كتير جدا تقول لا المدرس مش من حقه يزعق. طب وزعق لك ليه؟ ده انا هروح ابهدله. ما تساليه سؤال كده بسيط، انت عملت ايه للمدرس او المدرسه عشان يزعق لك؟ يعني ليه بتيجوا دايما على المدرس وعلى الناس اللي بره وشايفين ان ولادكم ملايكه؟ ربوهم الاول وشوفوا حقوق الناس اللي هم بيتعاملوا معاهم وحش، وشوفوا هم بيعملوا كده ليه. اكيد ابنك مستفز، اكيد بنتك بترد، اكيد حصل حاجة عشان المدرس يتعامل معاهم بالمنظر ده. لما تبقي معلمة اسس واساسيات في بيتك، عمره ابدا ما هيعلي صوته على مدرس، عمره ابدا ما هيرد على مدرسة. هيبقى عارف ان ده عيب، وان ماما قايله لي عيب، وان ماما قايله لي ارد على الكبير باحترام، ان ماما قايله لي اقف للكبير عشان يقعد، ان ماما قايله لي اقول بعد اذنك واقول حضرتك واقول لو سمحت. لما تقولي كده اي حد كبير او صغير هيحترم ابنك. ان شاء الله لو ابنك ده في كي جي 2 وقال له لو سمحت حضرتك ولا لو سمحت قعدتي لو اللي بعد اذنك، هيقول بسم الله ما شاء الله ده متربي، اتفضل يا حبيبي، وهتلاقيه بيتكلم معاه بكل ادب واحترام وذوق. تعالي بقى بيقول اوعى يا عم عشان اعدي، هتلاقيه بيقول له ما تعدي يا عم ولا الغرفه داهيه وانا عملت لك حاجه. ما هو الكل فعل رد فعل. انت بتتعامل باسلوب وحش فانا هرد عليك باسلوب وحش، لكن لما نرد باسلوب حلو هنلاقي الحياه احسن والطف ويعني انضف. عايزين حياه نضيفه، عايزين عيال متربيين، عايزين نعرف نتعامل مع العيال في الشارع، عايزين اعرف اتعامل مع اصحاب بنتي. مش هقول لها لا ما تمشيش معاها دي بنت وحشه، دي قليله الادب، دي بتضحك وصوتها عالي وبترد وبتعمل وبتسوي. ما انا كده بنتي مش هتطلع عندها اصحاب. اي ام بتربي بتبقى خايفه بنتها تمشي مع حد تاني مش متربي. ده طبيعي، طبيعه اي ام واخده بالها من عيالها واخده بالها من بيتها. علشان كده بقول كل ام تراعي ولادها وتربيهم من البيت قبل ما ينزلوا، تحط اسس كده يمشوا عليها ولادها كلهم. فأتمنى يا رب إن التربية تكون إيجابية من البيت، وإن احنا ما نزعلش من مدرس ولا مدرسة علشان يتصرف مع أولادنا تصرف مش عاجبنا. نربي ولادنا الأول من البيت وبعدين نشوف هنزعل من التصرف ولا هنروح نشكر المدرس إن هو اتصرف مع ابنك كده. واستودعتكم في رعاية الله وأمنه في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.